دائما مع الشاي بنشتهي ناكل شيء، مو شرط يكون حلو، ممكن يكون مالح. تعالوا مع بعض نعمل أطيب بسكويت بالزبدة بس مالح هالمرة، ونحط عليه شوية بهارات ليطلع أحلى وأحلى. تعالوا نعمله سوا. بحتاج للبسكوت 250 جرام زبدة طرية، لازم تكون طرية. بحتاج كمان 125 جرام زيت. بحتاج 4 معالق لبن، معلقتين سكر بودرة، معلقتين خل. بحتاج معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة ملح، وبيضتين. صفار لحال وبياضين وصفار لحال. بالنسبة للطحين هون عندي 4 كاسات ونص، 4 طحين ونص كاسة نشا، وعندي كمان نص كاسة طحين هاي بتركها على طرف مشان إذا احتجتها. هلا مشان يطلع معكن هذا البسكوت كتير طري، خفقوا الزبدة، ما تدخلوها بالطحين تدخيل مثلا إنه خفقوها، فرح يطلع معكن هش كتير وطري، وجوات قلبه بتحسوا في فضا، يعني فاضي، مو هيك معجن على بعض أو تقيل، تحسوا قوامه ناعم. رح أخفق الزبدة مع معلقتين السكر البودرة لحتى يفتح لونه. هلا بس وصل لهذا القوام رح ضيف البيضة. هاي اللي قلنا 2 بياض بيض مع صفار بيضة، يعني بيضة كاملة وبياض بيضة تانية. طبعا بنزل الأطراف مشان أقدر كله ينخلط معي. هلا بعدها رح نضيف الزيت، بعدها رح ضيف اللبن. شوفوا صار قوامه ناعم. ورح ضيف الخل، معلقتين خل أبيض. هلا صار عندي هيك. هلا رح ضيف له الطحين والملح والبيكنج باودر. هلا البيكنج باودر والملح بضيفهم على الطحين وبخلطهم سوا. ومنبلش نضيف شوي شوي، ما عندكن عجانة بإيدكن عادي. كتير ضروري بعد ما حطيتوا الطحين تلموها مع بعض، ما تعجنوا كتير. إذا عجانة مثل ما قلت لكم سرعة هادية، وبعدين جمعوهم مع بعض تجميع. هلا عجينتي أنا قساتها طرية، بتحتاج شوي طحين مو كتير هيكو. فرح آخد من نص كاسة اللي قلت لكم اتركوها على طرف. شوف هلا صارت أحسن، ممكن تحتاج معلقة بس ليكو. حتى هيك عادي صارت تمام. هلا رح آخد نص العجينة حطها بين ورقتين زبدة ومدة. هلا هيك تقريبا صار 1 سنت. إذا بتحبوا تريحكن أكتر بالشغل حطوها بالثلاجة بالبراد، يعني حطوها بالبراد.
هلا أنا ليش عملتها بهاي؟ مشان يطلع عندي شكل مثل أصابع متساوية. هلا إذا عندكم من هاي فيكم تستخدموها، ما عندكم حيلا مسطرة مع سكين. هلا هيك مثلا، هلا إذا أخذتها منيح بمشي فيهم هيك. بعدين تقريبا 3 هيك. حط بس معلقة حليب مع البيضة وشوية نسكافيه، شوية نسكافيه كمان. ما عندكم فيكم تحطوا معلقة خل. نخفقها منيح. هلا بندهن فيها وجه هدول مع بعض مشان ما تعملوا وحدة وحدة وتتعذبوا. هلا بعد شوي رح اعملكم وحدة حطها بالفريزر العجينة شوي 5 دقايق. اذا عندكم وقت حطوها نص ساعة بالبراد مشان تشوفوا انه اسهل تقطيعها واحلى بيطلع. بس وحدة انا عملتها على حرارة الغرفة، يعني العجينة سخنة، والتانية رح اعملها بردها يعني مشان تشوفوا كيف تطلع. مرش سمسم مثلا شوي، مرش حبة الصودا شوي، مرش فليفلة، اللي بحب الفليفلة كمان بتطلع طيبة معه. وأكيد سماق كتير بيطلع طيب. هلأ منصفهم بالصينية. هلأ العجينة اللي ضلت حطيتها بالبراد مشان تبرد، بصير شغلة أريح. وبنفس الوقت بس رقة كمان رح حطها بالبراد قبل ما أقطعها، رح خليها تبرد شوي. مثل ما قلتلكم إذا بالفريزر اتركوها 5 دقايق، بالبراد ما في مشكلة، نص ساعة ربع ساعة. فيكن كمان ترشوا شوية ملح خشن هيك، رشة صغيرة إذا بتحبوا كم حبة، ما بتحبوا بلا، على راحتكم. كل ما كانت العجينة معكم باردة أكتر، كل ما كان عندكم وقت تبردوها، كل ما طلعت أسهل بالشغل. كل ما كان وقتكم أقل كل ما كان أصعب شوي بالشغل. إذا ضل عنا عجينة فينا نعملها مثلا جدولة. إذا بتحبوا تاخدوا 3 دويرات قد بعض، ناخدن من مدن هيك. هلا بس صاروا 3 هون، من هون منروح فيهم هيك. وحدة راحت، وحدة بتجي، نرجع نجيب هاي لهون، هاي لهون. طبعا هاي كتير كبيرة، فيكن تقصوها من النص هيك. خلاص فينا كمان ناخد عجينة مثلا ونعملها هيك، بس نلفها على بعضها هيك. على حرارة 170 تقريبا 20 دقيقة حسب كل فرن. إذا عندكم مروحة حطوا مروحة واحد، أو فيكن تحطوا آخر 5 دقايق المروحة، فيكن يعني بلاها.
بس حطوا المروحة آخر شي بتعطي اللون. يا سلام، يا سلام، شموا الريحة ما أطيبها. شوفوا الجمال. يا سلام، شوفوا شوفوا هيك من جوا بتطلع تفرط فرط. بنرتبهم سوا وبناكلهم مع الشاي. وهيك بنكون عملنا أطيب كعك مالح فيكن تاكلوه مع الشاي، كتير طيب وكتير هش وطري وناعم بالزبدة وبالزيت مع بعض. طريقته سهلة، لازم تجربوه تعملوه. قرشته لحالها غير شكل.